Plus. راديو بلس، نشرة الظهيرة. اختتام اليوم الثاني من المشاورات السياسية بين الأطراف الليبية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أنها مرت في أجواء إيجابية. المغرب يحتل المرتبة السادسة عشر عالميا على مستوى الربط البحري برسم السنة الماضية. بالمغرب دائما إسعاف شاب يعاني من نزيف سحايا الدماغ بواسطة مروحية من الحسيمة إلى المركز الاستشفائي محمد السادس بمدينة وجدة. إحداث خلية مركزية بوزارة السكنة وسياسة المدينة لتلقي شكايات متضررين من تلاعبات بممتلكاتهم وعقاراتهم. ودوليا إصابة 5 فلسطينيين بجروح خطيرة في مواجهات شمال مدينة البيرة. السلام عليكم وأهلا بكم في هذا العرض الإخباري المباشر من شبكة إذاعة راديو بلوس. اختتم مساء أمس اليوم الثاني من المشاورات السياسية بين الأطراف الليبية التي تحتضنها الصخيرات تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة بمشاركة ممثلين عن الأطراف المتنازعة بهدف إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية في ليبيا. المشاورات التي حضرها سفراء أجانب كملاحظين من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مرت في أجواء إيجابية وفق ما صرح به الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا برناردينيو ليون، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى وقت للتوصل إلى اتفاق. وحسب مصادر دبلوماسية بعين المكان فإن كلا الوفدين عقد صباح أمس اجتماعا للتشاور داخليا، ويشكل وقف إطلاق النار واستعادة الأمن وتشكيل حكومة وحدة وطنية أهم المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمال هذه المشاورات. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها ستعقد خلال الأسبوع الجاري بالمغرب الجولة المقبلة للحوار السياسي الليبي بعد أن أعربت الأطراف المدعوة عن موافقتها على المشاركة في هذا الاجتماع. نستمع بهذا الخصوص لعبد المجيد غيث سيف النصر القنصل العام لليبيا بالدار البيضاء. المغرب دولة صديقة كل الليبيين، واختاروا المغرب برعاية الأمم المتحدة، هي راعية الاجتماع. المغرب موقفها موقف محايد، تدعي الليبيين للحوار والسلام. الوفود التمت أعضاء البرلمان وأعضاء المؤتمر والاستشاريين الذين آتينا معهم، اجتمع بهم مندوب الأمم المتحدة في اجتماعات منفصلة، ويعمل الجميع ويتمنى الجميع أن يلتموا للحوار والنقاش ووقف هذا النزاع بين الإخوة الليبيين جميعا، وأن تعود ليبيا إلى الأمن والأمان. ونناشد في هذه المناسبة جلالة الملك أن يتدخل شخصيا للم شمل الليبيين فوق هذه الأرض الطاهرة في منطقة الصخيرات التي جمعت عدة وفود سابقة، وأن يدخل المغرب كما تمنينا إلى تاريخ ليبيا الحديث موحدا للليبيين، لأن المغرب دولة شقيقة وصديقة. الليبيين كلهم مرتاحون للقاء في المغرب، لأن المغرب دولة محايدة محبة إلى ليبيا، وإحنا متفائلين في هذا اللقاء أن يخرج الأشقاء منتصرين من أجل ليبيا و17 فبراير. وبخصوص المشاورات التي عقدها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا برناردينيو ليون مع وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار، أشار المبعوث الأممي إلى أن هذه المباحثات شكلت فرصة بالنسبة للأمم المتحدة للتقدم بالشكر باسم الأمين العام إلى جلالة الملك محمد السادس وإلى المغرب، مؤكدا أن المملكة التي تعد بلدا للحوار والديمقراطية والانفتاح اطلعت بدور بالغ الأهمية في هذه المشاورات. من جانبه قال مزوار إن المغرب منذ تدهور الوضع في ليبيا لم يدخر جهدا للمساهمة في تقريب وجهات النظر ودعم الحوار البناء بهدف الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا. أشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب والأمم المتحدة وكترجمة جدية للمجهودات التي يبذلها الطرفان، مؤكدا أن المغرب وقف دائما إلى جانب الشعب الليبي وعمل على الحفاظ على الوحدة والحوار في هذا البلد.